زوار موقعنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة المصورة من حلقاتنا التي نبث لكم من الواقع المغربي. ضيفنا مألوف ومعروف، ضيفنا فاضح الفساد والمفسدين. السلام عليكم إخواني الكرام. أولا الأخ عادل تأخر عليا والإخوان اللي هما لتحت. ثانيا كنقول لكم رمضان كريم. وصراحة قبل ما نبدا في المباشر، أخ من الإخوة كان عزيز عليا يعني بزاف لواحد الدرجة كبيرة. بسبب التأخير كنا غنتخاصموا، كنعتذر ليه ومن بعد نسالي غنتصل به وغنشرح ليه علاش تأخرت. إخواني ما درتش المباشر البارح لأنني والله ما كنعس يا إخواني، الا كنجري المدن المغربية على المكتب ديالنا اللي غنتكلموا عليه. إخواني كنعتذر لكم وكنقدم لكم الاعتذار لأنني ما كنعش، لأن كنصيبوا في المكاتب ديال الفرع ديال المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجميع المدن المغرب وإن شاء الله، وكذلك في جميع عدد من الدول. راه ما كنعش من بعد الله، وأنا واخد واحد بتنسيق مع المكتب المركزي، يعني واخد كنمشي لعدد المدن ما كنعش والله الا واحد اليومين في رمضان ليل ونهار ما نعس، يعني النعاس عندي. لهذا علاش تاخرت، علاش ما درتش مباشر وتاخرت لاسباب، لان الاخ عادل الاخوان كان عندهم مباشر. غندخل في المواضيع. غدا ان شاء الله عندنا لقاء في مع عدد من الاخوان في المكتب الجهوي والمكتب، وكذلك يحضر الرئيس ديال الفرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وكذلك يحضر الكاتب العام من مدن أخرى، ويحضروا جوج إخوان من مدن أخرى، ويحضروا المكتب الجهوي عدد أكثر من 50 واحد. غدير زيارة للسيد الوكيل العام الأستاذ حسن مطر اللي يعني واحد العدد ديال الملفات ديال الفساد والملفات اللي فيهم ظلم في القضاء. كاين ملف ديال الحواس اللي غيتناقشوا المكتب المركزي والمكتب الجهوي مع السيد الوكيل العام لتقديم حواس زين العابدين ومن معه الى العداله. وكذلك ملف ديال احد المواطنين اللي طلبوا ليه دركيين 100 مليون في مديونه، اللي كذلك طلبوا كاينين سماسره ديال قضيه تحقيق في العاصمه الاقتصاديه بمحكمه استئناف طلبوا 30 مليون. وكاينه هكا ادله. والسيد الوكيل العام حال هذا الملف الفرقه الوطنيه للدرك الملكي، مواطن مغربي شاب معتقل لمده سنه في السجن ظلما وعدوا لانه رفض عائلته باش تقدم 100 مليون لدركيين في مديونه. وهاد الدركيين اخواني الكرام باش نشرح لكم اكثر، عم ديالي اللي هو القرطومي العالمي حبسوا هاد الدركيين ديال مديونه وطلبوا منه 100 درهم رشوه. طلبوا منه 100 درهم رشوه، ومن طبيعه الحال انا كرئيس المرصد الاخوان المكتب اللي غنقدموا شكايات في هذا الباب. هاد الدركيين 100 درهم خداو من عند عمي، فرضوها عليه. عمي قلت له غتمشي عندهم ودوز دخل الدرك، يعني المركز الدرك ديال مديونه. دخلت تما وما بغاوش يستقبلوه، قلت له غدوز ليا اي واحد، دوز ليا الممثل ديالهم قائد المركز. هضرت معاه قلت لي انت كتمثل النيابه العامه، دابا المحكمه سدات، تبقى لي الفصل كذا الى اخره. عمي عطى بتزوه، خداو 100 درهم، راه عنده الارقام خرج. عطى لعمي 100 درهم وجاب لي قرعه سيدي علي وجاب لي عصيره الليمون وجاب له اتاي وكيطلب في التليفون. هذا خدا 100 درهم ما بال 100 مليون على اي. وكذلك تكون زياره للسيد الوالي ولايه جهه الدار البيضاء، المكتب والاعضاء المكتب الجهوي واعضاء بحضور رئيس الفرع اللي رئيس المكتب المركزي بالمغرب والكاتب العام، مجموعه من الممثلين. زياره للسيد الوالي ولايه جهه الدار البيضاء السفير على المآل ديال ملف ديال تطبيق القانون بالقوه في قضيه حواس زين العابدين، كما كانت تطبيق القوه بحكم قضائي في قضيه شباب
في قضية شباط الذي اتهم الدولة والذي يقول بأنه سيقتلنا إلى آخره. هذه وجهة نظر ديالي، أنه كله كيحترم على وجهة. هذاك حكم قضائي طبقوا عليه بالقوة. نقدروا نختلفوا علاش داروا في هذاك النهار، ما نختلفوش، المهم حكم قضائي، المهم هو تحترم حكم باسم جلالة الملك، ما تحتقرش حكم باسم جلالة الملك. نعم. كذلك بالنسبة للحواس هناك حكم، هناك إرسالية نهائية من طرف وزير الداخلية تحت إشراف الوالي. وفي هذا الباب هذا احنا قررنا باش نراسل وزير الداخلية في المكتب المرصد الفرع ديال الوطني لمحاربة الرشوة لجهة الدار البيضاء. غنراسلو بعد غد السيد وزير الداخلية عبر مفوض قضائي، وكذلك السيد الوالي لتطبيق قانون استعمال القوة. ولهذا حنا قررنا باش ندعيو لوقفة احتجاجية، وقفة احتجاجية سلمية اللي غيكون التاريخ ديالها على في قضية كنطالبوا بتطبيق. وكذلك غيكون ان شاء الله جميع الفروع المغرب يحضروا، وكذلك يحضروا معنا عدد من المكاتب ديال خارج المغرب. دا وقفة سلمية تطبيق القوانين اللي جاري بها المعمول في الدولة المغربية، حكم قضائي نهائي باسم جلالة الملك، وتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تثبت بأن حواس ماشي رئيس، بأن حواس يعني أكبر تقرير ديال الفساد ديال وزارة الداخلية هو اللي ديال حواس، العكس ديال دار بوعزة. كيجيو البعض في وزارة الداخلية كيتدخل خالد الحري ديال الصباح كيطوي، وهذاك خالد الحري كان واعد المتتبعين بانني ان شاء الله تعالى غنتابعو تيتحاكم. لانه سمحوا لي نقص لهذا الموضوع، انا كنقول لكم بكل صراحه، يعني خالد الحري رئيس جريده الصباح اللي عنده ممتلكات خطيره، اعرفه كيف كان، واعرفه وكان صديقا لي، اعرفه كيف منذ سنه 2000 له ثروه كبيرة، وأعرف كل صغيرة وكبيرة، يتدخل في القضاء، يتدخل في الأمن، يتدخل في الدرك، يتدخل في القوات المساعدة، يتدخل في القوات المدنية، يتدخل في الجماعات المحلية، يتدخل لدى عمال المملكة، لدى الولاة، لدى الوكلاء العامين، لدى وكلاء الملك، مع احترامي الناس اللي ما يخدموا. خالد الحري أصبح رمز من رموز الفساد في البلاد، ولهذا يجب محاكمته ويجب متابعته، لأن هذاك السيد يساهم في الفساد ويساهم في تضليل العدالة ويساهم في الخراب ديال البلاد. هذاك السيد ما نسكتش عليه. عدد رؤساء الجماعات ولا البلديات ولا القرويات بحال دار بوعزة وغيرهم، وحتى الحواس، راه خير دليل الصباح كتبات ضد الحاج حسن دواح ضد جليل التازي، انا ماشي الناطق الرسمي ديالهم، وعاودت كذبات نفسها. يعني كل شيء هادشي كيديروا خالد الحري، ما يعني حواس. وقال لي في الهاتف حواس راجل، هو راجل علاش؟ واش حواس راجل هو باك يصنع علينا؟ حيت عارف بيناتهم صفقات وبيناتهم مصائب على اي كل حاجه، من الديوان الملكي، رئيس الحكومه، الوزير الداخليه، الوزير العدل، جميع الجهات، بالرئيس ديال دار بوعزة، وكذلك بخالد الحري اللي المصائب ديالو كثيره. المساله الثانيه او الثالثه عفوا، هو بانه واحد القاضي مرتشي، مع احترامي كنقولوا 1000 زوينه 5 خايبين. 5 خايبين راه هما اللي مأثرين، لو بغيتو نقولوهم شكون نقولوهم كيحكموا في البلاد. حنا جايين لهم واحد 1000 قاضي زوينه و5 خايبين، وهذوك 5 خصهم يتحاكموا. هاد 5 هما سبب الخراب في البلاد. انا كيقول لك علاش كتجبد القضاء؟ لان القضاء العدل اساس الملك، ما يمكنش لي نسكت. دابا جاوني انا اللي ذكرت كيما كيفاش جبت حسن اطلاس، وجبت تلاقيت مع مسؤول قضائي اللي كان قدم لي شكايه من هيئه، تلاقيت معاه في القريعه درب سلطان يوم بعد امس. كان واحد النقاش في حضور المواطنين، هذا من الناس اللي موقع كيطالب شكايه مشات للحفظ، وكان واحد النقاش عطيته ارقام على قودات فاسدين، بقى كيشوف. قلت لي راه انا ما عنديش مشكل مع قودات، ما عنديش مشكل مع قودات، قضاء نزيه، انا اشجع القضاة يعطون شكات على بياض. هنا قضاة نزهه،
هنا قضاة إلا تعطاتهم الحرية هذا المغرب غيكون دولة اسمها دولة مغربية. أما هاد الخمسة اللي مساهمين في الفساد ديال البلاد ومدمرين البلاد، كلشي المصائب اللي كتوقع بسبب قضاة مفسدين. 5 ألف مزيانة، 5 على رأسهم حسن أطلس الذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة. وحسن أطلس هو من أراد تعيين قاضي فاسد كان وكيلا للملك في مدينة سطار، وهذا القاضي له ماضي في الفساد وله سماسرة أعرفهم، له سمسار أستاذ في التعليم، شخص ينتمي إلى حزب معين أعرف عليه كل صغيرة وكبيرة، وعندي له ملفات. ولهذا فإن تم تعيينه، وأخبرت السيد الوزير العدل في شخص القاضي اللي هو نزيه لا أذكر اسمه صغير، اللي كلفوا الأستاذ سي محمد أجار وزير العدل، اللي ذكرت له هذا القاضي اسم ديالو قاضي فاسد جيبينو كازا، يعني الخراب والدمار، حرقوا كازا وحرقوا المغرب. نريد قضاة نزهاء لأن العدل أساس الملك. أنا ماشي خاطب جمعة ولا واضع، لكن شوف الكوارث. أنا بصفتي مواطن تاجر كنبيعو ونشري في سوق الجملة من 2002. عدد الملفات 6 ملفات ديال سوق الجملة للخضر والفواكه في القضاء، يعني خديت تجربة عرفت عدد الملفات، ملف الجمارك، عدد من الملفات الفساد اللي تقدمت بها شكايات. كان طالب بدرهم رمزي. انا جوابي لواحد الناس اقليه 1 أو 2، لو بغيت الفلوس ما غنبقاش نبان في هذه الشاشه، مع احترامي الاخوان الكرام. ادله كثيره تثبت من اللي جا عندي ورد لي اموال بالصوت والصوره، بالصوت والصوره. لا داعي، ما بغيتش نوريكم عدد من الفيديوهات عندي جاو عندي بالصوت والصوره كيطلبوني باش نسكت مقابل مبالغ ماليه. والسكوت عن حسن أطلس ومثله انا ما غنسكتش، لان هاد البلاد خاصها القضاء. ولا كان القضاء يا اخواني علاش؟ لان اذا كان قضاء مستقل ونزيه، وزير الصحه الا فاسد غيتعتق، وزير الداخليه الا فاسد غيتعتق. اما القضاء الذي يحمي العصابات، القضاء الذي يحمي مثلا مسيله بوليسي الذي له ثروه متقاعد من المطار، والقضاء اللي حيد ممتلكات ديال خاصه الناس وديال الممتلكات ديال اشخاص في قضاة، قضيه حكم ديال الممتلكات ديال الدوله حولتها سميتها، هذه قضيه لا حول ولا قوه، قضيه ممتلكات الدوله. زعما والله العظيم الا مديرين مع احترامي الالف النزيه، كندوي على 5 مديرين بانه قضيه 4 الفيلات، 7 البارتمات، 7 السيارات. خلوني ساكت، ما تقولوش القرطومي هذا القضاء والقرطومي فضح المفسدين. قولوا هكا، كتبوا هكا في الشكايه، انا ما غنتخلعش وعندي الملفات. ولكن حنا بغينا قضاء نزيه، بغينا قضاء ما يخضعش سلطه الهاتف وسلطه المال. ولا كان عندنا قضاء نزيه ومستقل ونعطوه القضاة النزهاء شاكات على بياض، كونوا متاكدين اخواني الكرام بان الدوله غيصبح عندها واحد الحاجه ما فيهاش الظلم. رغم القضاء ساكت، ورغم القضاء كيتبع سلطه الهاتف وسلطه المال. احترامي الالف مزيانه. 5 مأثر على حسن أطلس يتدخل في جميع المحاكم في المغرب، ويتدخل لدى جميع الوكلاء الملك ووكلاء العامين ورؤساء المحاكم، لا في التجاريه ولا في الاداريه ولا في معروفه. وراني ذكرت حلقات وحلقات. هذا القاضي الا جابوه لكازا التعيين بان ستكون كارثه في العاصمه الاقتصاديه، لانه قاضي فاسد وقاضي مرتشي. المساله الرابعه هي قنينه الغاز ديال 300 درهم. لا حول ولا قوه. واش بالله عليكم اخواني الكرام قنينه ب 300 درهم؟ فلاح عنده قطار اللي كيجيب بوطه صغيره ولا بوطه كبيره،
ديال 300 درهم، شحال من وحده خصو يجيب 10 ب 3000 درهم وغيصور 3000 درهم. هذه انا كنسميها قابله للانفجار، تقدر تنفجر في اي لحظه. هاد البوطه هاد غتنفجر عليهم، نسال الله العافيه. يرحموا هاد الشعب في هاد الاحتقان وفي هاد الظرفيه وفي هاد المصائب. اخواني الكرام، كننتظروا تدخل ملكة البلاد، شي خطاب من ملكة البلاد لهاد المصائب، لان رموز الفساد بغات تسيطر على هاد البلاد. هاد البلاد راه ما خصها والو، يتقاد فيها القضاء وتقاد هاد البلاد. هاد القضيه ديال البوطاغاز ديال 300 درهم، انا والله ما بغات تفهم ليا، انا والله ما بغات تفهم ليا هاد المسالات. والله الا كيضحكوا على المغاربه زعما صراحه، بكل صراحه ظلم. تسبوا في الاحتقان ديال الشعب. بوطه ب 300 درهم كتقولوا للشعب انفجر. يا اللي اتخذتي هذا القرار اتقي الله في هذا الشعب. هاد الناس بغا يحرقوا الشعب مع الملك من الاخر. هذا اللي دار البوطه ب 300 درهم. كونوا كتحشموا. مسألة أخرى هو الوضع الحالي وتتبعاته. زعما هادشي اللي واقع في المغرب نسأل الله العافية. كنشوفوا الاحتجاجات في الأخير، النقطة الأخيرة هي ديال الريف اللي غنختم بها. كنشوفوا الاحتجاجات في عدد من المدن المغربية، في عدد من المدن المغربية. كلشي كيتسنى. أنا ماشي كندافع على الملك. واش ما كاينينش العمال؟ واش ما كاينينش الولاد؟ واش العمال ساكنين في، نعطيكم مثلا عمالات مولاي رشيد فيها مات شحال من قطار، وتا نديروا جوج بارطمات العامل ونعطيوها بارطما ولا جوج، وعماله نديروا عندي ليها دار، قطارات هكتارات وامتيازات. يعني العمال اش كيديروا؟ يعني جالسين. عيب. زعما رموز الفساد في البلاد هي من تتسببوا في الاحتقان. رموز الفساد، صحاب القرار اللي باغي الفساد والنهب المال العام، واللي كيدخلوا في القضاء وفي العمال وفي الولاة وزوروا انتخابات. زعما صراحة هادوما اللي باغيين الخراب البلاد. اما اللي كيحب هاد البلاد الله، الوطن الشعب، انت وانا والملك. اللي كيبغي هاد البلاد ينوض يخدم. حنا كشباب راه ما باغيين حتى شي حاجه، راه فينا ما نسدوا هاد الفيس ونحيدوا هاد الرقم وما حتى شنو يوقع. بكل صراحه اخوان، فلوس، كان فلوس دير العجب. لا، الفلوس دوزناه في ايام العز، ايام الصغر. ما باغيش نهضر انا على الحياه ديالي. فضح رموز الفساد فين ما كانوا، خصوصا حنا دابا في المكتب المرصد الوطني لمحاربه الرشوه وحمايه المال العام، اللي غنشتغلوا وغنبينوا العمل ديالنا على ارض الواقع ومع المواطنين، دفاعا على حق المظلومين وفتح الفساد. ولكن الفساد اصبح قوي في المغرب لان القضاء غير مستقيم. لو استقل القضاء، وهاد الخمسه حيدناهم حاكمناهم، خصهم يدخلوا للسجن. هاد الخمسه اللي يحكموا ويتحكموا في القضاء. واخيرا حراك الريف هو اللي غنختم به اخواني. سادسا حراك الريف كلنا نعرف انه مشروع لا غبار فيه. كاتب موضوع على الريف، هم اهلنا واخواننا، معهم دائما في نضالهم وحراكهم، لكن بسلميه وعقلانيه حتى لا ينعرج عن سكته ويدخل في شأنان الى واجهه غير معلومه الا من يسعون وراء مصالحهم غير وطنيه. اخ عادل، غنسولك واحد السؤال. لهم اطلقوا ناصر الزفزافي ومن معه بدون شرط، ونتضامن معه ومع كل المظلومين، لأنه مطالبهم مشروعة. من طالب بالصحة والتعليم، وهناك مناطق في الحسيمة وغير الحسيمة منكوبة في المغرب. نريد اعتقال المفسدين، نريد اعتقال محمد ساجيد الذي عينتموه وزيرا للسياحة،
محمد الساجد اللي باع النحاس كامل ديال مدينه الدار البيضاء كله دا فين باعو. محمد الساجد اللي جاب لي ديك فرضها على كازا اللي كتمص الدم ديال البيضاويين اللي كانوا كيخلصوا 50 درهم 100 درهم سمول 600 درهم 700 درهم. ساجد اللي دار شركات صفقات مشبوهه في سوق الجمله، دار شركه الاغراس ديال الربيع دار لها مبلغ ما كايناش على ارض الواقع. ساجد اللي دار صفقه ديال الاعلاميات جوج مرات وتحرقات بملايين وصلت الملايير. ساجد اللي دار صفقه ديال المستودع الصناديق الفارغه ب 500 مليون هو مبني ب 40 مليون. ساجد اللي وقع امضاءات مصائب. لو كنا في دوله تحترم القانون والقضاء مستقل لكان محمد ساجد في السجن. اكبر واحد متهم بالادله عندي انا هو محمد ساجد. تعين اعتقلوا لنا رموز الفساد اللي سارقين الملايير. علاش القضاء متابع في القضاء في جميع المحاكم في المغرب باستثناء شخص او شخصين متابعين رموز الفساد في حاله سراح كاين اللي 20 سنه 30 سنه، يعني مسرحيه كتقولوا له سير سرق. وهذا موضوع اخر. ولهذا تلقوا لنا خذنا في حسيمه ما داموا خذنا عدد من المواطنين الاخ عدي يتساءلون ويقولون لي علاش ما كيرفعوش الرايه المغربيه. انا نجاوبك بكل سهوله وبكل صراحه. انا مع الاخوان الحسيمه وليس بضدهم. اسمع، انا ضد الملك، ومع اي مواطن مظلوم كيطلب بحقه مشروع، ما يتقمعش ما يتضربش في الصراغنه في كل المدن، لا للقمع لا للضرب لا للعنف، نعم للحوار، نعم للمصالحه، نعم لحل ملفات، نعم لمحاكمه رموز الفساد. خليو المغرب ينقص يمشي يفحل تركيا ولا فحل شي دوله. حشومه عليكم رموز الفساد، مغاربه بجواب بالنهب المال العام وعندهم جنسيات كلهم مهربين الاموال، غير الساجد ومن معاه شحال مهربين، جدار شحال مهرب. رموز الفساد قوات، صفحات اصحاب القرار، صفحات تمثل الملك وهم رموز الفساد وعدد منهم. ولهذا يجب اطلاق جميع المعتقلين في المدن المغربيه. دقيقه ولا للضرب لا للقمع، راه هادشي عيب. وعتقوا هاد البلاد، رحموا هاد البلاد. هادو باغي يديروا الفتيله وباغي يشعلوا العافيه ما بين الملك والشعب. الاخ عادل راه هادشي والمتتبعين رموز الفساد يريدون حرق المغرب ما بين الملك والشعب، وخير دليل هو فئه تقول عاش الشعب وفئه تقول عاش الملك. وهذه فتنه، انا اعتبرها فتنه. كلنا مغاربه تحت الله الوطن الملك، وبارك ما تديروه فتنه ما بين الشعب ورموز الفساد خدامه على هذا الشيء. كلنا تحت رايه وحده، كلنا شعب واحد. حاكموا لنا رموز الفساد، خدموا الشباب، حاكموا لنا ما تبقاو تفلوا على المغاربه. كل شيء ولا عارف، كل شيء فاهم. ولهذا اخ عادل غنختموا كنضامن مع جميع المعتقلين في السجون المغربيه. لا جواب على الموضوع. محمد السادس الله يطول عمره كنطلبوا في هذا شهر رمضان التدخل عاجل لاطلاق اخ ناصر الزفزافي ومن معه وجميع المظلومين في السجون المغربيه. كنعرفوا عدد، كاين اللي كيمشي باهانه موظف، كاين اللي كيمشي. انا حضرت المدينه وغنكمل الاخ عادل، مدينه من المدن المغربيه، قاضي ما غنقولش قاضي نزيه جاو عنده، والله يا اخوان قاضي شاب نزيه اقسم لكم بالله انا جالس وهو صاحب القرار. انا ما غنقولش من مدينه وما غنقولش الصفه ديالو. المهم دوز واحد عدد الملفات زعما كانين القضاة تمنوا قضاة المملكه الحمد لله يمشوا في الاتجاه كاملين. بغينا دوك الخمسه يتحاكموا. رجل الامن في اللي كان من القوات المساعده وداروا لهم الادماج في الامن، حبس شي واحد دار كيقول لي درتي مخالف، بقى على شي ساعه او ساعه ونص جا شي واحد. المهم جاو كبروا القضيه، المهم ابتزوا هو شي واحد، هرس لي الزاجه وداروا لي اهانه موظف. وهذاك القاضي قال لهم لا عاقب الملف، وهذا قال لهم اللهم اني ضمنت. هو عطى تعليمات للمسؤول ديال الامن باش يبحث مع هذوك الناس، يعني شوفوا الناس اللي بغات العدل. ولهذا العدل اساس الملك. وانا كنطلب من الملك محمد السادس يتدخل افراج على جميع الاخوان اللي معتقلين في حسيمه وعلى راسهم الاخ ناصر الزفزافي وجميع
المظلومين في السجون المغربية، هناك مظلومين في السجون المغربية، عدد السجون المغربية، وبغينا واحد القضاء نزيه ومحاكمة رموز الفساد. خاص الملك يتدخل، يعطي أمر لمحاكمة رموز الفساد ونبداو نتفرجوا والبلاد غتقاد. خصنا قضاء نزيه ومحاكمة حسن أطلس ومن معه، لأن ملي كيكون قاضي كيتدخل عند وكيل الملك وعند الوكيل العام وعند رئيس المحكمة، كيحيد ممتلكات ديال الناس ويعطيها لهذا، ولا كيحيد ممتلكات الدولة ويعطيها لهذا. رحنا ماشي في غابة، وهذا الشيء باسم الملك، يعني احتقارا لاسم الملك. ونتكلم عن الحسيمة وعن المغرب بصفة عامة. احنا بغينا البلاد ديالنا تكون في الأمن والأمان، بغينا البلاد ديالنا تخرج من هاد السكتة ديالنا، تخرج من هاد، لأن كاين ظلم، كاين فساد. الزفزافي بينوا للمغاربة بأنه عدو للملك وبأنه عدو للمملكة وعدو للشعب. جبت لي موضوع نتناقش معك فيه. تفضل. دابا حنا رمضان، قلتي واش راه هادي؟ اييه، ايوا هادي مسؤولية. دابا ناصر الزفزافي على أنه مجرم، على أنه مجرم. لهذا أنا طرحت عليك سؤال، قلت لك واش ناصر ضد الملكة الأخ عادل؟ لا أستاذ، وكنا غادي للحسيمة ياك؟ كنا غادي الوقت. وكان عندنا جوج أسئلة حنا هي اللي كانت غتكون عندنا ياك. ربما كنا غنمشي ولكن قبل منا يعني مشكل عدد كيسولني أنا على راية علاش الإخوان في الحسيمة ما كيهزوش راية المغرب. أنا باغي نعرف جواب. ماذا بينا هاد المسألة ديال الرأي كيقولوا لي عدد، ماشي كلامي أنا، عدد الناس كيقول لي علاش ما تكلمتش شريف، وهما كيقول لك علاش الإخوان في الحسيمة ما كيهزوش راية المغرب. عندك شي جواب الأخ عادل؟ عندي. تفضل. أولا إله هزيت الراية ولا ما هزيتش الراية ما كتعنيش أنني راه ماشي وطني أنايا وماشي ملكي كيف كيقولوا هما. كيبينوا على الناس بأن الراية اللي هازين هما باغيين دولة أخرى. خصنا نبينوا. لا خليني نكملك. راه هما خرجوا في مسيرة وقالوا بأننا لسنا انفصاليين ولا نطالب بالانفصال، ومن وراها جات تحرك ديال هذيك اللجنة الوزارية. ماشي ضد الملك، خصهم يطلقوا هذا الراجل ويطلقوا جميع الناس المعتقلين معاه وجميع المظلومين في المغرب ويحاكمونا. جي عندي انا لائحه فيها، عندي واحد 4 العمال المفسدين، هاد 5 القودات وعلى راسهم حسن اطلس، ساجد جودار ومن معه، المدير العام ديال شركه التنميه دابا اللي كيدي 30 مليون وكيدير صفقات، واحد كيدي 30 مليون شهر. البلاد كلشي كيتسناو الملك يتدخل، العمال، الحكومة، القضاء. زعما بكل صراحة علي أنا الأخ عادل الوحدة لاروب غنختموا. تحية للمتتبعين ورمضان كريم. سمحوا لنا على التأخير وسامحوا لنا. أخ عادل غنختموا، الله يجازيك بخير. الوحدة لاروب سامحوني ورمضان كريم، سامحوني.